بسم الله. الفيديو ده ما كانش ترتيبه دلوقتي بالنسبة لي، بس بالكومنتات اللي جت وإن أغلبنا بيشتكي من حتة إن هو في حاجات كتير عايز يبدأ فيها بس مش عارف يبدأ منين وبيحس بتأنيب ضمير واللعبكة دي كلها. فبعد ما اتكلمنا عن إزاي نعرف المصادر منين ونذاكر منين والكلام الحلو دوت كله، فأخدت بالي من حاجة أنا ذات نفسي بقع فيها. وديت اللي بتلخبط عليا أي حاجة باحاول أتعلّمها، سواء بقى هواية، شغل، أيًا كان. ألا وهي عارف اللحظة اللي قبل ما تنام لمّا بتقعد تفكّر أنا بُكرة هانتظم في صلاتي، أنا بُكرة هانزل الgym، أنا بُكرة هاضبّط مواعيد نومي، اللخبطة بتاعة أنا بُكرة هاعمل كذا قبل ما تنام، وبتصحى الصبح ما بتعملش أي حاجة. بالمصطلحات المفروض إن ديّة اسمها الإرادة، the power of the will، قوة إرادتك إن أنت الخطة اللي تحطها تلتزم بيها، أو الحاجة اللي أنت عايز تعملها تعملها. بالمسميات الحالية اللي أنا ما عنديش طاقة، أنا طاقتي خلصت. فبما إن أنا باحاول ألتزم بكذا حاجة جديدة، فحبيت أشارك معاكم ال5 مصطلحات أو ال5 نقاط النفسية اللي أنا اكتشفت إن هم لمّا فهمتهم بدأوا يأثّروا معايا بالإيجاب على التزامي بالحاجات. تمام؟ إحنا دلوقتي معانا 8 دقايق ونُص نشرح فيهم الموضوع ده وإن شاء الله يكون أقل. أول مصطلح معانا هو استنزاف الإرادة. تمام؟ استنزاف الإرادة دوّة يعني إيه؟ علم النفس بيقول لك إن قوة الإرادة مش صفة شخصية، هي مورد محدود معاك. تمام؟ عاملة زي بطارية الموبايل كده، أنت بتصحى الصبح أول حاجة بتبقى البطارية معاك 100%، بعد كده بتبدأ تقل معاك على مدار اليوم وعلى مدار القرارات اللي أنت بتاخدها لحد ما توصل ل0%. تمام؟ فتيجي تقول لنفسك أنا مثلًا على آخر اليوم أنت صحيت الصبح خلّصت شغلك، ردّيت على إيميل بايخ، عملت كل حاجة كانت وراك، اخترت هتلبس إيه والكلام دوّة كلّه، وطاقتك استنفذت في زحمة المواصلات، فبتيجي على آخر اليوم تقول أنا هاروح الgym أو أنا هابدأ أقرا دلوقتي أو هابدأ الcourse بتاعي دلوقتي، فأنت كده أنت بطاريتك خلصت، فأنت ما عادش عندك طاقة. تمام؟ ده هياخدنا لتاني مصطلح ألا وهو إرهاق اتخاذ القرار أو decision fatigue. تمام؟ ده بيجاوبنا على سؤال ليه لمّا بيبقى عندنا هوايات كتير واهتمامات كتير مش بنعمل ولا واحدة فيهم؟ ده ليه بقى؟ ده عشان دماغنا بطاريتها بتتحرق على مدار اليوم في الاختيار، وخلّينا واضحين وصراحة، إحنا دلوقتي بقى عندنا اختيارات كتير وعندنا حاجات كتير ممكن نختار منها، سواء بقى عايز تتكلم في career فأنت محتار تتعلم برمجة والّا AI والّا marketing والّا sales والّا هتتعلم إيه، في الهوايات أنت هتقعد محتار فأنا أختار هواية إزاي أصلًا، وأنهي هواية هتبقى مناسبة ليّا، فأنت قدامك menu كبير قاعد باصص له ومش عارف أبدأ منين. أنت كده بترهق نفسك في اتخاذ القرار، وده لوحده هيضيّع طاقتك. تمام؟ ده ياخدنا للمصطلح التالت وأنا باحبه جدًا analysis paralysis أو شلل التحليل. أنت من كتر ما المعلومات بقت متاحة قدامنا دلوقتي، ومن كتر ما إحنا قاعدين بنقارن ما بينها وما بين بعضها، فإحنا بقينا بنتشل من فيض المعلومات، ومن فكرة اللي هو طب أنا هاخد قرار بناءً على إيه؟ فأنت من كتر المعلومات اللي بنتعرّض لها، ومن فكرة إن إحنا قاعدين بنحلّل فيها سواء بقى consciously معيّنة أو subconsciously وإحنا مش واخدين بالنا، فبنقع في analysis paralysis إن إحنا بنبُص على كل حاجة ومش بنختار أي حاجة في الآخر. كل ده بيحرق من طاقتك على مدار أيامك. كل ده إحنا ممكن نربطه برابع مصطلح اللي هو shiny object syndrome، أو زي ما كنا بنحب نقول يا ما جاب الغراب لأمه. أنا باحب المثال دوّة أوي، يا ما جاب الغراب لأمه دوّة، هو المثال جاي من فكرة إن الغربان بتنجذب للأشياء اللامعة حتى لو ما لهاش قيمة، وبترجع تحطها في العِش بتاعها، فمتلازمة الأشياء اللامعة. دي الفكرة إن أنت الدوبامين عندنا بيتحمّس مع البدايات، فأنت خلاص أنت قررت إن أنت هتبدأ برمجة، فأنت عندك اندفاع البدايات، فأنت برنتات hello world وعايش حياتك والدنيا تمام، مرّة واحدة لمّا بدأت تحس إن الموضوع بدأ يكلكع شوية، فالدوبامين انسحب عشان أنت ما عادش في جوايز سريعة بتحصل، وأنت خلاص لامم نفسك إنك ما بقيتش ترمرم دوبامين، فقُمت جاي هوب راجع لإن أنت خلاص هاروح أشوف حاجة جديدة. تمام؟ فبتقعد تتنقل من هواية للتانية، للتالتة، للرابعة، أو من مجال للتاني، للتالت، للرابع، من غير ما تكون أنجزت فيه حاجة. خلّيني بس أقف هنا وأقول حاجة مهمة، إحنا في الوقت اللي إحنا فيه، في صراع كده ما بين فكرة إنك تبقى ملتزم بحاجة واحدة والّا متعدد الالتزامات، وأنا هنا باحب الجملة بتاعة Jack of all trades master of none. الناس كلها عارفينها كده Jack of all trades master of none، اللي هو
يعرف كذا حاجة مش ما يعني يعرف حاجة في كذا حاجة، ما يعرفش كل حاجة في حاجة. بس الجملة دي ليها تكملة: Jack of all trades master of none sometimes is better than a master of one. فإنك تبقى عارف حاجة في كل حاجة ساعات بيبقى أفضل، وفي الوقت الحالي اللي إحنا فيه أفضل إنك تبقى عارف كل حاجة في حاجة واحدة. أنت بقى هتتكلم في معرفة عامة، هتتكلم في هوايات، هتتكلم في كارير. فالفكرة ديّة يعني بقت تحفة. ولو هنرجع بالتاريخ شوية، أغلب العُلما زمان وأغلب المفكرين زمان كنت هتلاقي عندهم كذا علم. يعني ليوناردو دافنشي كان بيرسم، كان عارف في علم الأحياء، كان عارف في علم الهندسة، فكان متعدد العلوم. فدي حاجة كويسة. بس خلّيني أدّيك تركاية هنا: قسّم هواياتك لصندوقين. الصندوق الأول وده يبقى فيه الهوايات اللي هتعود عليك بعائد إيجابي، تمام، والصندوق التاني خلّيه فيه الهوايات اللي بتريّح نَفْسك بيها. تمام. الصندوق الأولاني اللي هتحُط فيه الهوايات اللي هتعود عليك بعائد كويس. فأنت مثلًا ممكن تكون بتتعلّم كذا مجال مرتبط ببعض. يعني أنت ممكن تكون بتتعلّم برمجة مع AI مع سيكا ماركتينج، تمام. ممكن تكون بتتعلّم graphic design مع video editing مع photography، فكلّهم مرتبطين ببعض، تمام. والصندوق التاني اللي هو هوايات الفصلان الme time والzoning out، سواء بقى أنت بتحب الgame، بتحب تقرا روايات، بتحب تعمل أي حاجة، تتفرّج على أفلام، أي حاجة ما يكونش ليها عائد على المدى الطويل، تمام. إزاي بقى نقدر نساعد نفسنا إن إحنا نضبّط كل الكلام دوّة مع بعضه؟ في كام حاجة، في حوالي مصطلحين أو 3 مصطلحات، دول خلّينا نحاول نركّز فيهم عشان دول اللي هيحلّوا الموضوع، وخلّينا نحاول نقولهم بشكل سريع لإن هم مش محتاجين وقت كتير. أول حاجة محتاج تعملها عشان تقدر إنك تقوي عضلة الإرادة عندك أو تقدر تقوي سعتك للطاقة، إنك هتقلل احتكاكك بالملهيات وهتقلل احتكاكك بالترتيبات الخاطئة. بمعنى إيه؟ خلّينا نفكر مثلًا دلوقتي إنك عايز تروح gym، فأنت لو اشتركت في gym عكس طريق شغلك، فأنت كده هتروح شغلك، بعد كده هتفكر طب ما أنا أرجع البيت أريّح بعد كده أروح الgym. أنت لو رجعت البيت تريّح أنت خلاص أنت مش هتنزل من البيت، خلّينا واقعيين. فحاول تخلّي الgym جنب البيت، بحيث إن أنت هتطلع من الشغل هتروح الgym وترجع على البيت. مذاكرة، أنت لو بتذاكر أو بتشتغل وحاطط الموبايل جنبك على نفس المكتب، فأنت لاهي نفسك بشكل كبير، ابعده شوية. وهكذا. الgaming والسوشيال ميديا أنت ممكن تاخدهم كحاجات تعزّز، يعني تبقى reward system، اللي هو أنا بعد ما أخلّص اللي ورايا هاريّح بدول. فأول حاجة break الfriction، قلل احتكاكك بأي حاجة بتلهيك. تاني حاجة، وأنا باحب الquote ديّة جدًا برضه، اسمها كُل الضفدع. الكاتب مارتن توين كان قال: "If it's your job to eat a frog, it's best to do it the first thing in the morning, and if it's your job to eat 2 frogs, it's best to eat the biggest one first." لو شغلتك إنك تاكل ضفدعة، فأحسن حاجة تعملها إنك تاكلها أول حاجة الصبح، ولو شغلتك إنك تاكل ضفدعتين، فأحسن حاجة تعملها إنك تاكل أكبر واحدة الصبح. ليه؟ عشان أنت أول لمّا بتصحى مقدار طاقتك بيبقى لسه في عزّه، بتبقى 100% بطاريتك 100%. فاختار أصعب حاجة وأتقل حاجة عليك في يومك واعملها أول حاجة الصبح. ده ياخدنا لتالت حاجة تقدر تعملها عشان تحل بيها الموضوع ده، حاجة اسمها micro commitments. الmicro commitments إن أنت دلوقتي عايز تبدأ تتعلم مجال معين، عايز تبدأ تنمّي عندك هواية معينة. خلّينا ناخد البرمجة والقراءة. مش هتقول لنفسك أنا من بكرة هابدأ أقرا لمدة هابدأ أقرا 20 صفحة من بكرة، وأنت آخر كتاب مسكته كان أو آخر قصة مسكتها كانت غالبًا عُقلة الإصبع، تمام. أو لو هتيجي تتعلم برمجة فمش هتقول أنا من بكرة هاقعد أذاكر 3 ساعات. حُط لنفسك جدول، وافتكر دايمًا جملة قليل دائم خير من كثير منقطع. فأنت عشان تقدر إنك تاكل أكبر ضفدع في أول اليوم، فأنت هتبدأ تجزأ الهدف اللي أنت عايز توصل له على مراحل، وتقسّمه قطمات على مدار الشهر، أو على مدار بقى فترتك الجاية. فبكده هتعرف أصعب مهمة عندك أنت محتاج تعملها وهتبدأ بيها يومك. فكويس إن أنت يبقى عندك كذا موهبة، كويس إنك يبقى عندك كذا هواية، بس اوعى تفتكر إن طاقتك وإرادتك هي حاجة أنت مولود بيها كاملة 100% وهتفضل زي ما هي. الطاقة والإرادة والنية والرغبة والهدف، كل دي حاجات أنت بتنمّيها على مدار اليوم وعلى مدار حياتك. فطول ما إحنا بنحاول نفهم إحنا هنضبّط الدنيا دي إزاي، هنحتاج نفهم معاها إحنا إيه اللي بيكعبلنا، وهنحتاج نفهم الحلول. وده كل اللي إحنا بنحاول نعمله.
أتمنى إن أنا أكون أفدتك، وأتمنى إن أنا أكون أفدت نفسي بإن أنا فكّرت نفسي بالكلام ده. لو خدت بالك إن أنا كنت بابُص في حتةٍ ما شوية، فأنا عشان باحاول أرتّب الكلام بشكل ألطف، فبقيت حاطط زي نقاط اللي أنا هاقراها في Google document ورايا. دي حاجة أنا باحاول أكسر بيها الperfectionism اللي عندي، إن أنا أبقى باحفظ كل حاجة أنا باقولها عن ضهر قلب. إحنا مش محتاجين نعمل كده. وبس. المرّة الجاية اللي تلاقي نَفْسك إنّك عايز تبدأ في هواية جديدة، بس أنت حاسس إن عندك هوايات كتير قُدّامك، أو عايز تتعلّم حاجة جديدة بس حاسس إن عندك حاجات كتير قُدّامك، افتكر إنّك محتاج تقسّمها، محتاج تبعد عنّك أي حاجة بتلهيك، محتاج تسهّلها على نَفْسك، ومحتاج ترتّب أنت هتعمل إيه على مدار يومك عشان تبدأ بأصعب حاجة في أول اليوم.